قبل لقاء الأسود وراقص التانجو الليلة على زعامة العالم، على من يتسيد العالم، على من سيحكم بألوانه. لازم يا اخوانا نتعرف ونكشف كل حاجة بتحصل، كل حاجة متدارية، كل حاجة في السكرتة، كل حاجة في الاستخبص، كل حاجة خطيرة ممكن ان هي تؤثر علينا، وهذا حق وعين الحق، وده اللي احنا هنقوله. وفي نهاية الحلقة حاجة مهمة أرجوكم لازم الكل يعرفها: الأرجنتيني ينادي بالانتقام يا صديقي. صحف وإعلام وجماهير الأرجنتين كلها تنادي بالانتقام من عضة الأسود هناك في باريس في الأولمبياد قبل حوالي أكثر من عام. لم ينسوها، لم ينسوا هذا الإذلال. كل الأرجنتينيين لا حديث لهم إلا الانتقام. بتبالغ أنت يا أبو زيد؟ طب شوف هذه أشهر الصحف عندهم ماذا تقول، واقرا وفتش وفند أنت. وأنا مش هقول عشان ما طولش في مدة الفيديو والحلقة زيادة عن اللزوم. وهذه عينة بسيطة من اللي بيحصل وبيجرى هناك. الأسود يومها شحوروهم يا صديقي، الأسود يومها شنيروهم يا صديقي، صنفروهم يا صديقي، وأذلوهم صدقني، وكمان مرجحوهم. والانتقام ليس فقط على الفوز والهزيمة، بل ما فعله بهم الأسود أثناء اللقاء. بقوا يشتكوهم ويبشتكوهم ويطلعوهم وينزلوهم، وعلى الحلزونة في نهاية المطاف ركبوهم. لازم يا صديقي تكون مدرك لهذه الأشياء. احنا شفنا أداء وإمتاع وإبداع كباري اللي هي القنطرز عند الأشقاء يعدوه له من بين رجليه، ومهارة ومثلثات ومربعات ومعينات وشبه منحرفات وكل شيء في المستطيل على أرض الميدان أمام أعين الأرجنتينيين محروقين من اللحلوحين اللي اداهم الأشقاء يومها ليهم، من المهموزين اللي خدوهم وهم صاغرين، كانوا حرقين ملفوفين لفة سلوفان لسه لحد دلوقتي واجعين. هذا تستشفه من الاستنفار والغليان والاشتعال الذي يدور هناك في صحف البلاد عندهم. ومش بس كده، انت حتى لما ترجع لهذا اللقاء ده لقاء ايقوني قرنفالي ماراثوني. يعني الهدف الاولاني مثلا اترشق فين للجماعه الارجنتينيين؟ اترشق في الزخنيبه الشمال بتاعه المرمى من تحت ورا قفا الزبون الارجنتيني. ولو جيت تبص على الصوره دي هتشوف المعاناه. شوف دي من اللقاء اللي انا بقول لك عليه. شوف الزباين الارجنتينيه ازاي راقده على ارض الميدان. ده في الهدف الاولاني، في المعلوم الاولاني، في الزربو الاولاني، وحتى تعدت والاسيست. شوف الزبون فاتح رجليه بتاع الارجنتين ازاي. انا قلت اللاعب المغربي هيعديه من بين رجليه، بس عداه من جنب العصعوصه، راحت عرضيه صغيره على طول الواد زي الصقر، رشقوا فرقع له الزخنيبه الشمال بتاعه المرمى من تحت. وانا ناسي اسم اللي سجل هذا الهدف. ازاي انسى اسم لاعب زي ده؟ والله نسيت. يا ريت لو حد فاكر يفكرنا يا اخوانا في التعليقات واكون شاكر. مين اللي حط الهدف الاولاني يوم؟ والله العظيم نسيت. وحتى الثاني الهداف الكبير سفيان رحيمي حطوه له فين؟ رشقوه له فين؟ رزعوه له فين؟ الاولاني في الشمال. كعاده الخصوم اللي تقابل الاسود لازم تدوق من التنويع اشكال والوان. في الزخنيبه على طول اليمين من تحت من ركله جزاء فرقعوا لهم يومها الزخنبتين، ادوهم شمال ويمين. عرفت ليه هم متضايقين وينادون بالانتقام؟ يومها الأسود رقصوا راقص التانجو على 1:30، رقصوهم رقصة معتبرة حتى الآن لم ينسوها. اوعى تفتكر ان انا اللي واخدك وراجع بيك فلاش باك واتحدث عن هذه المباراة. هم نفسهم في الصحف بيتكلموا عنها، بيقولوا الانتقام من هذه المباراة والتحكيم ظلمنا وكانت مهزلة تحكيمية. اقسم بالله كل ده بيتقال، مش انا اللي بجيب من ورا واجيب لك الذكريات. هم اللي فتحوا هذه الملفات. بس كده؟ لا طبعا مش بس كده. الحلقة اللي عملناها بالامس اللي كان معانا على قناتنا دي على اليوتيوب كوره كشميل، اللي كان معايا رئيس البلاد، اكبر راس في البلاد، اكبر عظمه. انا ما بكلمكش عن رئيس الاتحاد الرياضي او وزير او سفير، ده رئيس الدوله بنفسه. كان عايز يروح، قالوا له عندك انتخابات ووجودك ممكن يعمل ضغط معاكس على اللعيبه، خليك يا عم وخليها تعدي على خير. فتراجع ثم اعلن عن مكافاه ضخمه في حاله الفوز على المغرب. تخطي المغرب لصعوبه المغرب يا اخوانا. والله لو كان خصم هين ما قامت الدنيا وقعدت هناك في القارة اللاتينية زي ما احنا شايفين. إن دل يدل على التخوف الشديد. وما اكدبش عليك، لما أنا شفت هذا الخبر كنت من المنشكحين جدا. والله يا اخوانا انشكحت وكنت في غاية السعادة، شكحة ما بعدها شكحة. رئيس دولة ودولة كبيرة في الرياضة زي الأرجنتين وعاملين هذا الحسبان وعايز يجي ومكافآت والصحف وهذا الاهتمام، هذا يدل أننا كبار
مرعبين، لازم على طول ده يؤثر عليك بالانشكاح. الشك هيجي على طول لما ترى بأم أعينك هذا الكلام. بذمتك ما انشكحت انت كمان؟ ابقى رد عليا في التعليقات لنتشارك مع بعضنا الانشكاح والسعادة بما يصنعه ويقدمه الأسود. بس كده لا، خد التقيل، خد التقيل. عارف حكم المباراة جنسيته ايه؟ ايطالي، لكن اقسم بالله بيقول لك ويحمل الجنسية الارجنتينية. الفيفا دقت في وشهم، جايبين حكم معاه الجنسيتين، الطليانية ما علينا منها وكمان الارجنتينية، وهي معلومة انا مش متأكد منها لكن اقسم بالله سمعتها، وانا لازم ان انا انقل لك الصورة كلها عشان تبقى عارف قبل المباراة بسويعات كل الخبايا والاسرار. ان كان هذا حقا فهذا كارثة. الله، جايب لي حكم بيحمل جنسية احد اطراف النهائي وهو اللي هيحكم. ازاي يا عمنا؟ ما تقول كلام في محله، يا تغني وتقول حله يا حله، مش اسلوب ده يا عمنا، مش كلام. ثم خد دي كمان، بيقول لك واقسم بالله انا ما جايب الكلام ده من عندي، انا سامعه، ده في محللين ومن اكبر المحللين قال لك تم رشوة الحكام وتم دفع اموال من تحت الطاولة عشان يكون في اريحية للارجنتينيين اثناء اللقاء ومحاباة ومحازاة. واللي يخلينا نصدق هذا الكلام ما فعلوه في مونديال الكبار في لقاء الاسود والفرنسيين. اصل احنا شفنا بأم اعيننا اللي حصل، فلا نستبعد اطلاقا ان هو يتكرر. كل هذه الاشياء بتضار وما خفي كان اعظم. ده اللي معروف جزء منه تم الإعلان عنه كالصحف والرئيس واللي عمله، وجزء عبارة عن تسريبات انفرد بها بعض الإعلاميين والأشخاص زي الرشاوي والمؤامرات اللي كنا بنتكلم عليها وجنسية الحكام وإلخ حتى اللي قاعدين في الفار أمريكان. يعني بعد الهزيمة المذلة الثانية في بطولة عالمية لأبناء العم السام على أيدي الأسود في الأولمبياد ومونديال الشباب، يجيب اللي قاعدين على الفار جوه أمريكان. في حاجة غلط، ما اكدبش عليكم، أنا من هذه الجزئية الآن أنا بكلمكم بصراحة. ده اللي استطعنا إن احنا نشوفه، ولكن يا ترى ما هو الذي يجري تحت الطاولة الآن؟ خايفين مقلقين، احنا على بعد خطوة واحدة من أن نكون أسياد العالم وبألواننا حاكمين. الله، خطوة، لقاء يقال العالم كله والصحف والتلفزيون والإنترنت والسوشيال ميديا وكل الناس من شرقه لأدناه العالم ومن شماله لجنوبه وفي كل مكان يقولون المغرب بطل العالم. هي دي شوية؟ هي دي؟ ده احنا هرمنا واحنا مستنين نسمع حاجة زي دي. فاضل ساعتين يجيبوا لنا هذا الحلم اللي في ناس اتولدت شجعت كورة عاشت وماتت وما شافتوش. فالموضوع مش هين يا صديقي، فوز يسوي لقب على طول بمنتهى الصراحة. والأرجنتينيين رغم كل هذا عاملين حساب كبير قوي للأشقاء المغاربة. خطط يا أرجنتيني، ارسم يا لاتيني، ودي وعود ومكافآت يا رئيس البلاد يا بتاع الأرجنتين، وبأمر الله وبمشيئة الله ستسقطون تحت أقدام الأسود كما سقط قبلكم الجميع. اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. اللي لسه ما تابعناش وحابب ان هو يتابعنا يتفضل عشان يتابع معنا كل ما هو جديد بامر الله. كل ما يحدث هذا سواء في السر او في الخفاء او في العلن، الهدف منه هو الضغط على طاقم التحكيم والمنظمين ورئيس الفيفا والاعضاء التحتانيين في القياده بتاعه الفيفا. يعني رساله من الارجنتينيين من اكبر راس، من اكبر شعرايه في البلاد الى اقل حد، اننا داخلين هذا اللقاء حياه او موت. فبالطبع يعمل ضغط. ما هو طاقم التحكيم ده وكل اللي احنا اتكلمنا عنهم مش آلات، بشر يتأثر بالضغوط والانفعالات، إضافة لشحن اللعيبة الأرجنتينيين في أرض الميدان. فأنا في حاجة مش مريحاني في الموضوع، إنما إن شاء الله تمر الأمور بالسلام. وأنا ارتديت اليوم تيشيرت المنتخب المغربي دعما وتشجيعا بمشيئة الله للأسود، استباركت يعني باللي حصل في اللقاءات السابقة. أنا عايز دلوقتي إن أنا بصراحة أنزل من عند عم فرغلي أجيب ديك تاني. أنا اتباركت بقى. ما هو في لقاء فرنسا جبناه والزبون أخذ المعلوم وركب الحلزونة وفقلق على المطار، وقبله حدث بالكربون مع الأمريكان. ده عم فرغلي هيتغني السنة دي على حسابي، أنا متأكد. رغم إن أنا
ما بحبش اكل بالليل، وبدات ازيد من البط والحمام والحاجات والفراخ والديوك. انما ده خطوه، ده ليه لو فاضل على الحلو تكه انا انزل اجيب بقى ديك ويكون سمين من عند عم فرغلي، ده هيزغرط في عبه، ده عدم ما بيشوفني بيوقف لي احتراما من بعيد كده. الراجل اللي ما يعرفش حاجه في كره القدم بقى بيسالني على لقاءات المغرب هيلعبوا امتى. يلا مش خساره في الاسود ولا خساره فيك يا حاج فرغلي، انا اجيب ديك بس يكون سمين واقسمه، احط نص في الثلاجه عشان نص هيكون الديك كله هيكون كتير. وهعمل التالي بقى، همسكه اشوحه واشمره واحمره واظبطه كده وهندمه، وهاكل النص اللي انا هعمله ده، هاكل منه نصه اتغدى، انا بتغدى بعد العصر عشان ما اكلش بالليل يعني، واسيب نص معايا تاني. ربنا كرمنا بعد الشوط الاولاني وهذا ما اتمناه. اعهدكم مش هخلي فيه حاجه الا العظام بين الشوطين، العظم، والعظم ممكن يفوت مني بالعافيه. لا قدر الله الدنيا عقربت في الاولاني هنستنى التاني، واذا ربنا نصفنا في التاني مش هطلع لحضراتكم غير وانا مفرتكم، مش هحوره، مش هخرمه تشخريمه ما بعدها تشخريمه، رغم اني ما بحبش اكل بالليل بس انا عارف هتكون نفسي مفتوحه بامر الله. اول ما انزل لحضراتكم هذه الحلقه هنزل على طول لعم فرغلي واشتري واحد منه واعمله بمزاج. الشوط الاولاني احنا ربنا كرمنا هشتغل فيه، اتاجلت للشوط الثاني ونهايه المباراه برضه هشتغل فيه، المهم ربنا يكرمنا وبامر الله هيكرمنا ان شاء الله. ولكن احنا عايزين فقط لا غير 3 حاجات: تحكيم نظيف نزيه وهذا اكبر ما اخشاه. تاني حاجه ربنا يبعد عننا لعنه الاصابات قبل اللقاء بسويعات او في بدايه المباراه. ادينا خسرانين حارس عملاق في اللقاء اللي فات، فبرضه يعني الاصابات دي ربنا يسترها وما تضربش صفوف الاسود قبل اللقاء او اثناء، خاصه في البدايات. ثم حاجه ثالثه مهمه، يكون معانا توفيق وحظ في هذه اللقاء او هذه المباراه، لان الحظ طبعا والتوفيق مطلوب في كره القدم. حد هيقول لي يا عم حظ ايه، احنا مش بتوع حظ. لا، الحظ هذا موجود ومذكور في القران. ازاي؟ انه لذو حظ عظيم. اجيب لك القصه لو انت ما انتش عارفها. وكان عن قارون لما خرج على قومه وهو في زينته. قارون ده حتى الان احنا عندنا في مصر نقول والله لو عندك مال قارون، والله لو تديني مال قارون كان اغنى من انجبت الارض. قارون ده لدرجه ان المفاتيح بتاعت خزائنه المملوءه بالذهب والكنوز لا يؤول بها العصبة أولو القوة من الرجال، ومش عارفين يشيلوها. 10 رجالة أشداء أقوياء ما كانوش بيعرفوا إن هم يحملوا مفاتيح الخزائن بتاعت قارون اللي كانت من الذهب. مفاتيح الخزائن من الذهب 10 رجال أشداء ما يقدروش إن هم يحملونها أبدا. تخيل بقى اللي في الخزائن يبقى إيه إن كانت المفاتيح كده. وفي أحد الأيام خرج على قومه وهو في زينته قبل ما ربنا يخسف به الأرض، وكان لابس ذهب وحرير، حتى أعزكم الله إن الحذاء اللي كان لابسه كان من ذهب. شايفين الثراء الفاحش والغرور والتكبر على الناس. فلما خرج عن الناس قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وربنا هنا بيوضح لك في القرآن ويقول لك قال الذين يريدون الحياة الدنيا، مش كل الناس يعني، هم دول اللي قالوا. فالحظ طبعا موجود في القرآن. وخلي بالك لما قالوا سيدنا موسى وقارون كان في زمن فرعون وكان وزيرا عنده، لما قالوا سيدنا موسى وقال له أنفق مما أعطاك الله، أنت عارف رد قال له إيه وهو في كل هذه النعماء؟ قال له أعطاني الله إيه؟ إنما أوتيته عن علم لدي. أنا ما حدش اداني حاجة، أنت جاي تقول لي حد اداك حاجة؟ ده أنا بمجهودي وبذكاء الخرافي الخارق أنا اللي صنعت هذه الثروة والأملاك. فخسف الله به وبداره وبملكه الأرض وقعد 3 أيام. موضوع الخسف ده 3 أيام، كل يوم الملك بتاعه وهو في قلب القصر يغوص في الأرض شوية، يعني لحد الركبة، بعد كده لحد الصدر، لحد ما في 3 يوم ابتلعته الأرض تماما هو وملكه، والناس واقفة والخدم والحشم ولم يستطيعوا إنقاذه لمدة 3 أيام عشان العذاب بقى يطول. يخسف بقارون وبداره وبملكه الأرض وفرعون لم يتعظ. ما فرعون كان شايف هذا كله لأنه كان وزيرا عنده، شاف كل هذا. شوف يا أخي الجبروت، شوف الجبروت عامل إزاي والتكبر والاستعلاء. وشاف اللي حصل لقارون وكان بيطلب المساعدة له. وشاف إن يعني أنا قريت إن فرعون ده عاش 360 سنة ما جالوش دور برد زكام مرة، فكان مغتر بقوته وصحته وظن أنه سيعمر أبدا. وحصل هذا الموقف وراء العجز، محدش قادر ان هو يقرب، اللي هيقرب هينزل مع قارون ولم يتعظ. يا اخي حتى لما فرعون ده جاء يغرق
والموجه هتيجي فوقه وهو شايفها، الموجه بتاعه البحر هتيجي فوقه. شوف الغرور بتاعه. ففي درع كده حطه في دراعه، كان قوي شديد، فرفع رفع دراعه ظنا منه انه سيمنع هذا الموج ان هو يغرقه، فكسر ذراعه. فلما ادرك انه هالك لا محاله، شوف يعني خلاص بقى، شوف يعني خلاص بقى الفرصه الاخيره، وهو ايقن. شوف حتى وهو يعلن التوبه، او وهو يعلن الوحدانيه لله، شوف قال ايه. يعني شوف بقى قال ايه. ما قالش يعني اؤمن بالله رب العالمين، استكبر ان يقولها. تعرف قال ايه؟ امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل، اي قوم سيدنا موسى. يعني رفض ان هو يقول امنت بالله العظيم رب العالمين. تعرف قال ايه؟ امنت بالذي، الاله اللي امنت به بنو اسرائيل، انا امنت به. شوف حتى الغرور، فحق عليه القول. لان في البعض يقول لك لما هو امن هو ربنا ليه ما انقذوش بقى من الغرق؟ في ناس كده حافظه ما فاهمه. ده انت شايفه قال ايه؟ امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل، مش عايز يسمي الاله حتى، ومش عايز يعلنها مباشر صراحه. فانا بعتذر، انا ايه اللي انا دخلت في ده؟ انا اسف احنا في حلقه رياضه، بس انا والله بحب قوي الحاجات دي، وانا بتكلم معاكم على فطرتي. يعني انا ما بحضرش انا هقول ايه، فانا بعتذر لو حد انزعج او اتضايق. انا اسف والله، هي جت يعني شطعت معايا كده، معلش. ولو حد متضايق انا بعتذر له من اللي حصل ده. متضايق قوي اكتب لي في التعليقات متضايق قوي، وانا هخش راضيك والله، هرد عليك يا اخي. بعتذر يا اخوانا، حاجتين ما لهمش علاقه ببعض دخلت في بعضها. المهم يعني عشان الحلقه ما تطولش، بامر الله منصورين. هاتوا الكاس بقى يا اسود، هاتوا الكاس بقى يا اسود، يلا ان شاء الله تعملوها.